يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوتك لنا. لو أول مرة تشوفيني الاسم ده الحديدي، وأتمنى طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة هنعمل حاجة هنزين بيها سفرة رمضان، حاجة كده حاطة في نص السفرة تشرفك وانتي عازمة بقى نسايبك، أصحابك، أصحاب جوزك، لما يكون كده عازمة عزومة وعايزة تباني فيها إن انتي بنت شطورة كده. فهنعمل مع بعض بطاية حلوة تزين نص السفرة بتاعتك ان شاء الله. مش هنعملها بشوربة ولا حاجة، هنعملها روستو في الفرن. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هنجيب بصلية مبشورة وطماطمية مبشورة وعصير برتقان وملح وفلفل وبابريكا وحبهان مطحون، وكمان شوية من بهارات اللحمة. هتحط كل ده على الطماطم وعلى البصل، وهتحطي عليها كمان عصير ليمون. عصير الليمون لو كانت ليمونة صغيرة حطي ليمونتين تلاتة، مفيش اي مشكلة. هتقلبي كل الحاجات الحلوه دي بايديك الحلوين يا ست الكل، تقليبه حلوه كده. وبعد كده نجيب البطايه اللذيذه اللي قدامنا دي. طيب، وهتفضلي بقى تعملي لها مساج كده بالمرته دي، هما بيقولوا عليها المرته او الخلطه. تمام. هتبتدي بقى من جوه كده ومن بره ومن تحت الجلد. عايزاكي بصي تشبعيها بالخلطه دي عشان يبقى طعمها وريحتها حلو. طبعا البط بتاعنا عشان تضمني ان هو ميبقاش زفر، اول حاجه هتحطيه في محلول النقع من بالليل للصبح. تمام. اللي هو ايه تقريبا، لو بطايه كبيره زي دي هتحطي مثلا لترين ميه، حطي عليهم مثلا نص كوبايه من الملح وثلاث اربع معالق من السكر، وهتحطي عليه ليمون. ما تحطيش خل لان الخل بيثبت الزفاره، مش بيعمل حاجه غير ان هو بيثبت الزفاره. تمام. فما تحطيش خل خالص، نصيحه مني ليكي يعني. هتحطي ليمون بس. تمام. هتحطي شويه فلفل اسمر حصى وورق لورا وشرايح ليمون، وهتحطيها فيها لغايه الصبح. وبعد كده تغسليها غسله تمام، هتديكي نتيجه حلوه جدا والبطاطا تطلع بيضه وجميله. بصوا بقى، هناخد بقيه الخلطه ونحط فيها بطاطس مقطعينها كبير، وكمان طماطم وجزر وبصل وتوم زي ما هو صحيح. تمام. ونحط كمان ورق لورا ورشه ملح ورشه فلفل. لو عايزه تحطي شطه حطي شطه. تمام. انا حطيت شطه. وهتبتدي تقلبي بقى الحاجات الحلوه دي كلها مع بعضها كده زي ما انت شايفه. طيب، ده هنعمل بيه ايه؟ هنحشي بيه البطايه الحلوه، هيدي طعم حلو. وكمان لما تيجي تاخديه تحطيه كده على الرز، يعني بصوا طعمه خطير. ما بالك بقى البهاريز بتاعه البطه لما تنزل منها على الخضار ده، هتاكلي حاجه عظمه. تمام. هتحطي كل الخضار ده جوه البطه، وطبعا اللي هيفضل هتحطيه في الصينيه. تمام كده تمام. طيب، هقولك على حاجه حلوه جدا، لان البط بتاعنا لما بيجي يستوي تحسي ان هو رجله بتتفتح كده وايده بتشدد. تمام. فتبقى شكلها مش حلو ومش ظريف. هنعمل ايه؟ هوريكم دلوقتي. اول حاجه بس عشان ما نتوهش من بعضنا، هنحط الخضار زي ما انتم شايفين. بصوا بقى، هتجيبي اللي هي بتاعت الشيش طاووق. طب قبل ما اجيب الموضوع، بصوا نص البرتقانه دي هنحطها عشان تفضل البطايه عاليه ما تهبطش مننا. هتجيبي الخله بتاعه او العصايه بتاعه الشيش طاووق، وهتبتدي ان انتي تمسكي ايد البطه كده زي ما انتوا شايفين، عشان ما تبتديش ان هي تفتح ايديها لما تيجي تستوي تبقى شكلها مش ظريف كده ولا حاجه. برضو من ناحيتين من عند الورك برضو هنحط عصايه الشيش طاووق عشان تمسك البطايه بتاعتنا، ورجليها تفضل متساويه كده مع البطايه تبقى شكلها حلو. ما احنا قلنا لازم نزين ايه، نزين السفره بتاعتنا بحاجه حلوه كده ومحترمه، وبرضو تبقى شياكه كده. تمام تمام، حلو قوي كده. بعد كده هتحطي معاها نص كوبايه من الميه، او كوبايه تقريبا من الميه، علشان خاطر تستوي كويس. طيب، هتغطيها بايه؟ هتغطيها بورق فويل وورق زبده. ما تحطيش ورقه الفويل على الاكل على طول لانه غلط. تمام. هنجيب ورقه الزبده ونحط عليها شويه زيت للحركه دي، عشان الورقه ما تمسكش في البطايه وتيجي تطلعيها فالجلد بتاع البطايه يقشر ويبقى شكلها مش ظريف. تمام. احنا بنحافظ على البطايه على قد ما نقدر، الحاجه غاليه فلازم نحافظ عليها كده ونديها برضو يعني ايه اهتمام زياده. تمام تمام. هنحط ورق الفويل بعد كده فوقيها على طول ورق الزبده. وطبعا قبل ما اعمل، انا حطيت الميه ولا ما حطيتش يا جماعه؟ لا كده خلاص حطيتها. هتاخديها هتحطيها على فرن عالي مش واطي. تمام. شويه كده لغايه اما تبتدي ان هي تغلي او تسمعي صوتها ان هو بيغلي، توطي عليها شويه وتسيبيها بقى لغايه ما تستوي براحتها. تمام. واول لما تستوي هتشيل الغطا من عليها، وبعد كده كل شويه طبعا تشيل الغطا وتسقسقي من الصوص اللي هينزل منها. كل شويه كده تسقسقي فوق وشها وجواها عشان تستوي كويس. وبعد كده لما تستوي خالص هتحطيها تحت الشوايه، هتاخد اللون اللي انت هتشوفيه دلوقتي.
حاجه كده عظمه يا جماعه، تحطيها في وسط السفره كده حاجه تشرفك بجد. طبعا لو الوصفه عجبتك ونالت رضاكي اتمنى تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده. مع السلامه، في حفظ الله ورعايته.